السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. توكيل المنصور قدم النسخة الفيس ليفت من عربيته الجميلة وبال كورسا عربية هاتشباك مشهورة في السوق، تنزل من زمان، لكن في الأول كانت بتنزل منها النسخة السيدان. من فترة قريبة بقى عمل منها النسخة الهاتشباك، وده بقى اللي لفت نظرنا في الحوار، إن هل الهاتشباك دي ممكن تصمد مع الوقت؟ يعني هل حاليا في ناس لسه بتتجه للهاتشباك في وجود بقى العربيات الفاست باك والعربيات الاس يو في والكروس اوفر المدمجه وتحت المدمجه؟ المهم خلينا نتعرف على مواصفات العربيه. كورسا موديل 2024 تنزل بفئه واحده بس، فئه الجي اس لاين، بسعر 1,300,000 جنيه. من ناحيه الموتور، العربيه بتنزل بالموتور 1200 سي سي 3 سلندر 130 حصان 230 نيوتن مع فتيس اوتوماتيك 6 سرعات، واستهلاك البنزين بيكون 4 لتر و6 كل 100 كيلو، والتسارع بيكون في زمن 8 ثواني و7 من 10. اما من ناحيه ابعاد العربيه، بتكون الطول 4 متر و6 سم والعرض متر و96 سم، طول قاعده العجلات 2 متر و53 سم مع جنوط رياضيه بمقاس 17 بوصه. الشنطه بتكون 309 لتر. العربيه من حيث امكانيات كويسه جدا. العربيه بتنزل باضاءه ال اي دي ورايات ضم واغلاق، بصمه في الابواب، قياس خلفي فهمي، في فتحه سقف، حساسات اماميه وخلفيه، مراقبه النقط العمياء. جوه العربيه الفرش بيه جلد، بالنسبه لمساحات كويسه برده، مش وحشه بالنسبه للعربيه هاتشباك. فرامل يد كهرباء، شاشه وسايط 10 بوصه، تدعم الابل كاربلاي والاندرويد اوتو، شاشه عداد 7 بوصه ديجيتال، شاحن وايرلس. ماتيريال العربيه جوه كويس جدا طبعا. بالنسبه لوسائل الامان، 6 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، تحذير الحراره المروريه، مراقبه ضغط الاطارات، مثبت سرعه، كاميرا خلفيه، حساسات ركن اماميه وخلفيه، ستارت وستوب انجن، سيفتي باكج محترم جدا من العلامه الالمانيه. العربيه برده بينزل منها نسخه فيها محرك كهرباء مع محرك البنزين. محرك الكهرباء بيدي قوه حصانيه 136 حصان، يعني محركين مع بعض الكهرباء والبنزين بيكون بقوه 266 حصان، والمدى اللي بتديه البطاريه في النسخه الكهرباء 402 كيلومتر. العربيه يا جماعه في المجمل العربيه موجوده من زمان في السوق المصري، موثوقيه تبع علامه اوبل، تبع توكيل المنصور، طبعا توكيل مشهور وليه اكتر من براند في السوق المصري. الموتور بتاعها كويس جدا، اعتمادي، مفيش منه اي مشاكل، مجرب ومشهور في السوق، وكمان موتور اقتصادي. استهلاك البنزين طبعا قليل، 4 لتر و6 كل 100 كيلو. العربيه الثبات بتاعها كويس، عربيه كويسه جدا على الطريق. عربيه برده فيها عوامل امان وسلامه كويسه جدا، فيها ماتيريال من جوه حلو. عربيه كويسه جدا، ورينج السعر بتاعها حاليا يعتبر كويس. هي محتاجه يعتبر تقل شويه، انا برضو عربيه هاتشباك. لكن بقى النقطه اللي تلفت النظر زي ما قلنا لحضراتكم في اول الفيديو، ان العربيه دي هاتشباك. معظم العربيات الهاتشباك حاليا، او معظم شركات السيارات، تتجه للعربيات الاس يو في. عربيات الاس يو في بتبقى معروفه بقى انها اعتماديه اكتر، عربيات بتبقى عاليه عن الارض، عربيات بتبقى قويه فيها عزم قوي. لكن العربيات الهاتشباك ما بتبقاش زي الاس يو في. فهل بقى العربيه دي ممكن تصمد وتنافس وسط العربيات الموجوده في السوق المصري اللي معظم البراندات بيقدموا الاس يو في؟ لان البراندات اللي بتقدم الهاتشباك حاليا قليله جدا في السوق المصري، ممكن تكون تتعدى على الصوابع. في نهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، ودوس سبسكرايب لو بتتفرج علينا اول مره، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.